بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ونبدأ الفيديو بتاعنا. فكرنا النهاردة ان شاء الله نغير عن الاكل بتاعنا من مكان لمكان، ففكرنا نعمل تشكيلة بقى كده. احنا كنا طبعا بره ونزلنا لكم كذا فيديو، ففكرنا ناكل في الشاليه، فقلنا ناكل في الشاليه بقى وناكل في البلكونة، بس البلكونة فيها حفلة وكده فما عرفناش ناكل يعني بصراحة، يعني عشان صوت ازعاج وكده مش هنعرفوا نتكلموا. فروحنا جبنا اول حاجه، رحنا جبنا ايه اللحمه دي من عند جزاره ابو هارون. انا عامل لكم فيديو على جزاره ابو هارون، ده السندوتشات، هو الاصل البلدي، اصل البلدي السندوتشات ابو هارون. طبعا هو جزار، انا لما لقيت عنده لحمه جبت النهارده من عنده لحمه، وعنده كذا محل. جبت اللحمه ده من عند السقاله، من اول السقاله كده هتلاقي في مطعم اسمه اولاد ابو هارون. جبت من عنده اللحمه دي بلدي حلوه كده، قلت ايه يعني نعملها ستيك كده ونقعد في البلكونه واعمل لكم فيديو حلو، بس ما عرفناش طبعا ناكل في البلكونه وكده عشان في ازعاج. وجبنا بقى شويه سلطه كده، خضار وكده، وعملنا طبقين سلطه حلوين، وجبنا طماطم وبصل وشونا الطماطم والبصل تمام، وجبنا رز. بس قبل ما نتكلم، اول حاجه اللحمه دي من عند ابو هارون، دي اول حاجه خدناها ورحنا البيت المصري، مطعم اسمه البيت المصري، خدناه عشان يعمل لنا ايه تسويه يعني. فالمهم عملنا عنده تسويه فسواها. بصوا يا جماعه، يعني حته الستيك كده، وتحت منها بقى ايه اللي هو الطماطم والفلفل وكده بتاعتها يعني. وشونا بصل وطماطم، وجبت له بقى بصل وطماطم عطوله، راح ايه شواهم يعني اللحمه من عند ابو هارون. ومطعم البيت المصري جنب منه برضو في السقاله، مطعم حلو جدا ونضيف قوي. ولو اي حد يروح الغردقه يروح مطعم البيت المصري يا جماعه هينبسط. يعني انا هعمل لكم فيديو عن المطاعم وكده، ايه انه مطعم كويس ومش كويس، بس خلينا احنا في بنتكلم عنه. جبنا بقى من عنده خضار، ايوه، ورز، وجبنا خضار وجبنا رز. بصوا الرز حلو. بصي جايب بقى شوكه وسكينه ومعلقه، يعني دول بيخشوا في بعض كده بشوكه وسكينه ومعلقه، هاتهم مع بعض. توسبيكس، وريني كده اعملهم ازاي هو اهو. ايوه، وتوسبيكس ومنديل معطر ومنديل بلدي عادي وملح وكده. مطعم اسمه البيت المصري، هو حلو بصراحه يعني، اول السقاله اسمه البيت المصري. كنا فيه قبل كده، لو رحنا هنعمل لكم فيديو عنه. وجبنا شيبسي، وجبنا بقى طحينه وبابا غنوج وكولسلو. ده الكولسلو، وده بابا غنوج، وده الطحينه، وجبنا عنده مخلل وطماطم متبله، وجبنا عنده خضار، وجبنا من عندهم الرز. احنا طبعا عندنا هنا الناس بقى بيحبوا الرز جدا، هيقدروا يقيموا لنا الرز. شوفي الرز كده طعمه ايه، دوقنا كده وشوفي الرز طعمه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده رز بشعريه، رز شعريه ده تحفه، حلو مفلفل وتحفه جدا. انا بصراحه انا من النوع اللي بعمل رز تحفه يعني، بس انا اللي عامل لكم السلطه برضه. ايوه انت اللي عامل السلطه. ايوه، وكمان في حاجه، احنا كلنا رز، انا اكلت رز بسمتي عند كرم الشام. انا اول مره اكل رز بسمتي. هنوريكم برضه الرز البسمتي بتاع كرم الشام. لا الرز تحفه، هنروح نصور فيديو هناك هننزله برضه، بس خليكم معانا على القناه وتابعونا باستمرار، هتلاقي عندكم كل حاجه. رز جبار. ودي بطاطس شيبسي، الخضار بقى وطبعا عبد الرحمن بقى هو اللي راح جابه. طب دوقنا اللحمه كده، قطعيها الخضار تحفه، شوف التسويه بتاعتها، والخضار شكله ايه. الخضار تحفه. دي بسله مع ايه، تورلي المعروف يعني. اللحمه ايه اخبارها؟ اللحمه طعمها جميل، مستويه. وريني كده طعمها مستويه. ها حلوه. مستويه. لا مستويه حلو، تتبيله كويسه جدا. وعطي خضار تحت منها حلو قوي. لحمه بلدي مش اي لحمه يعني انا رحت جبت الطماطم والحاجات دي عطيتها له، قال لي لا انا بديلك عندي يعني، قال لي انا بديلك طماطم وفلفل وحاجات كده، الحاجات المشويه. بس انا ايه قلت له شوي لي دول، فهو عشان بيقطع البصل كده انا خليته يشوي لي بصل بشكل يعني بنحبه كده، يعني البصلايه تبقى ايه بحالها كده. وهناكل طبعا وهنقول لكم بقى تقييمنا ان شاء الله، وتفضلوا معانا ونتقابلوا مع بعض. انا كنت عايز اعملها في البلكونه بصراحه، بس ما عرفتش، في حفله بقى وكده. وده غلط. ويا عبد الرحمن انت اتاخرت من عنده؟ ما اتاخرتش.
لا وعارف الناس اللي هناك كلهم عارفينهم والاستاف عارفينهم يعني لو اتصلتم برضو كلهم عارفين عبد الرحمن على فكره. كلهم عارفينك عبد الرحمن صح؟ رياض وكده يعني. انت رحت ان شاء الله يعني جبت الحاجه من هناك وكده. بص يا مصر، بص يا جماعه، الخدمه حلوه، الاكل حلو، وكل حاجه حلوه. وطبعا المطعم احنا مصورها لكم هينزل ان شاء الله. فيعني كل حاجه حلوه جدا جدا جدا. اللي يروح من تبعنا ويقول احنا بس تبع عبد الرحمن او تبع قناه عبودي احمد فلوجز او تبع الحاج احمد، هيعمل معاه احلى واجب جدا جدا. ايوه اظن انت جوعت بقى دلوقتي صح؟ عايز تاكل؟ يلا بقى النهارده عملت فوم النهارده؟ فوم بارتي فوم بارتي النهارده هينزل برضه. فوم بارتي حلو قوي النهارده، كان على حمام السباحه. وهياكل بقى عشان هو ما كلش خالص من الصبح عشان كان على حمام سباحه.